بنت خالي، يعني ايه قريبته. محمد اللي مات ده عيل سكره، عيل كويس قوي محترم ومؤدب ولا بيغلط في حد. شاب عنده 22 سنه حرام. كل شويه يحصل مشكله مع مراته، كل شويه ننزلوا نخلصوها تلاقي الغلط من عندها. خلاص يا محمد يقول خلاص مفيش حاجه ويحترم نفسه ويقعد، ولا بيغلط ولا لسان على حد. هو جه محمد بيعلق لها بتاعت رمضان، بتقول له عاوزه سجاير، قال لها معيش فلوس الا 10 جنيه، قالت له ابعت بيها. كان باعت جايبها ابن اخته ماشي، كانها ماسكه المقص ضرباه في ايه بيه هنا، يعني بيحسبوها ايه عوره زي كل مره. طلعوا يجروا بيه على المستشفى عشان يخيطوها غرق، اتلاقوه ميت. انا ابن عمته اسمه عبد الرحمن شكر. انا يوم ما حصل الحكايه ديت انا كنت قاعد في الاوضه فوق، سمعت زعيق، نزلت اجري لقيتهم رامينه على التروسيكل. قمت انا نطت على التروسيكل بدور على الخبطه مش لاقي خبطات، لقيت لا مؤاخذه خرم صغير كده هنا جنب القلب اهو. عبال ما وصلت بيه هناك كان مات. دخل جوه وطلعنا قال لك توفى في ساعتها كده اهو. هو شاب جدع، شاب كويس والناس كلها تشهد له ومعروف في البلد، يعني اي حد يشوف صورته هيعرفه لان هو حبايبه كلهم في البلد. بس هي مراته هي اللي كانت يعني يعتبر المشاكل كلها كانت قرايبه ببعضها، وهي كمان بنت خاله، يعني هي قريبته من لحمه. فاحنا عايزين حقه، مش عايزين حاجه ثانيه اكتر من كده. حقه يجي بالقانون، عشان كده حرام بما يرضي الله. كلنا زعلانين، اهل الشارع كلهم زعلانين، وناس ياما هتزعل وناس ياما زعلانه، لان ده شاب عنده 22 سنه حرام. وهي اخذت بعضها وهربت، لكن رئيس المباحث اما جه في الجبهه ب5 دقايق من على الدوله عشان التليفون، كتر خيرهم يعني ما سووناش هنا. حسوا بالوجاعه بتاعت امه، حسوا بالوجاعه بتاعت ابوه، ابوه اغلب من الغلب. مباحث هنا ما سووناش، جابوه في 5 دقايق والنيابه جات وكله جه. في الوقت اللي كانت الناس فيه بتجهز لزينة رمضان والفرحة مالية كل البيوت، كان في بيت في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة بيستعد لمأساة ما كانش حد يتخيلها. قصة شاب في مقتبل العمر كل ذنبه ان هو حاول يفرح اهله وجيرانه بالزينة بتاعة رمضان، ولكن القدر كان مخبي ليه نهاية مأساوية على ايد اكتر انسانة كانت المفروض تكون سنده في الحياة، وهي للأسف مراته. يا ترى ايه اللي حصل لمحمد العبد؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا لك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج الحكايه ببساطه. محمد علي العبد شاب معروف بطيبته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة. يوم الواقعة محمد كان واقف بيعلق الزينة بتاعت رمضان في الشارع. الفرحة ما كانتش سايعاه لاستقبال شهر رمضان المبارك. فجأة مراته طلبت منه طلب يبان ان هو بسيط، ولكنه للأسف كان الفتيل اللي ولع الكارثة. طلبت منه ان هو يشتري لها علبة سجاير، ولكن محمد رد وقال لها لا، لانه فعلا ما كانش معاه فلوس في الوقت ده. الرد ده كان كفيل ان هو يحول الزوجة لشخص تاني خالص. حصلت ما بينهم مشادة كلامية بسرعة اتطورت، وفي لحظة غضب الزوجة اعماها الشيطان ودخلت جابت مقص وطعنت زوجها في صدره طعنة نافذة في الصدر. طعنة انهت على حياة محمد في الحال وسط ذهول من الجميع. والدة محمد حكت وهي بتبكي دم، وكانت بتقول ان دي مش اول مرة مراته تتطاول عليه، وانها على طول كانت بتعمل معاه مشاكل، وللأسف محمد كان مستحمل علشان بيته وعياله، وانه على طول دايما كان بيسامح، ولكن للأسف المرة دي ما سابتلوش فرصة ان هو يسامح. المرة دي قتلته وخلصت عليه. طبعا انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة بسرعة، وتم القبض على مراته وعلى المقص المستخدم في الجريمة. النيابة بدأت في تحقيقاتها، والشارع كان في حالة صدمة من الجميع، لأن ازاي خلاف على علبة سجاير ينتهي بدم وبقتل بالطريقة البشعة دي، وازاي زوجة تنهي حياة جوزها اللي كان مستحملها علشان المركب تمشي. للأسف محمد مشي وساب وراه حزن في قلوب أهل رشيد كلهم، وزينة رمضان اللي كان بيعلقها فضلت متعلقة وهي شاهدة على آخر لحظات حياته قبل ما تتحول لذكرى أليمة. ربنا يا رب يرحم محمد ويصبر أهله وكل معارفه. ولحد هنا بيكون فيديو النهارده خلص. بشكركم جدا على المشاهدة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقضية جديدة.